بصراحه شايف ان موضوع ادم وطني ده ابتدى ياخد موضوع اكبر من حجمه، وابتدى يسخف قوي، وابتدى ان خلاص يعني احنا بقالنا فتره السوشيال ميديا والاعلام وكل الناس ما هو سيبه غير النادي الاهلي واوضه اللبس النادي الاهلي تقريبا. الراجل ده حابب بقى الظهور في الميديا والاضواء، فخلاص عايز تظهر عايز تعمل اي حاجه جيب سيره الاهلي. طبيعي جدا يعني. طلع هنا بشويه تصاريح كده وبالون فيها مجلس اداره الاهلي انه لازم يتحط موقف للراجل ده والكلام الراجل ده ايا كان بقى. الراجل ده وكيل اعمال امام، زيزو، تريزيجيه، وكيل اعمال اي حد. الراجل ده يا جماعه لازم يتحط في حجمه الطبيعي. ما ينفعش كل يومين يطلع يهفتل علينا بشويه تصاريح وما يبقاش في رد صريح من النادي الاهلي. بسرعه كده اقول لك اهم التصاريح والتلقيح ان الراجل ده ابتدى يتكلم عليها مع النادي الاهلي، ان الاهلي لو حابب يتواصل معايا انا موجود ومتاح، وان امام عاشور دلوقتي افضل موهبه في مصر وافريقيا وفي انديه كتير قوي عايزاه، وان هو مش مهتم بموضوع النادي الاهلي مش عايز يتفاوض معاه ولا يقعد معاه، وان هو دخل للنادي الاهلي 650 مليون جنيه وما خدش من النادي الاهلي ولا مليم، وان هو يا حبيبي لو بامكانه يساعد النادي الاهلي هيساعده بس الاولويه للاعبين بتوعه طبعا، وان هو لو بامكانه انه يستخدم القوه في ان هو يجيب للاعيبته فرص احسن مش هيتردد ان يعمل كده. وطبعا ان الانديه الكبيره المفروض ما تقفش قدام حلم اي لاعب، واستشهد برونالدو وبنزيما ان هو عنده استعداد يجيب لامام 10 عروض من 5 دوريات كبيره منهم السعوديه بطريقه سهله جدا. بس الفكره ان الاهلي لسه ما اتكلمش معاه في حاجه. خلصنا بقى من قصه التصريحات اللي طالع عمال كل شويه يقولها لنا ادم وطني، وشكل الموضوع عجبه فابتدى بقى هيقعد يردده الفتره اللي جايه دي كتير يعني. اكن امام ده المفروض خلاص نجدد معاه السنه دي عشان هو ينتهي عقده السنه دي ولا السنه الجايه. يا عم ما توجعش دماغنا. انا بطالب مجلس اداره الاهلي اللي موجود واللي هيمشي واللي هيقعد ايا كان مين اللي هيكون موجود، يا جماعه الناس دي لازم تقف عند حدها. احنا يا جماعه لازم نشوف اي لعيب عنده وكيل اعمال لازم نحاسبه على كلام وكيل اعماله. ما هو كده يا باشا الفرقه دي بتتضر. الفكره مش فكره ده وكيل امام ولا وكيل زيزو، ان شاء الله حتى يكون وكيل نيابه. الفكره يا جماعه ان لازم بعد كده نحاسب اللعيبه دي على كلام وكلائها. ما هو معنى اللي انت سايب وكيلك يطلع عمال يطرطش في الاعلام كده وانت حتى ما بتكلموش او ما بتوقفوش يبقى العيب عليك انت. لسه النهارده عم الدبديبي بيقول لك ماذا لو عاد معتزلا. يا باشا عادي، ده عندكم انتوا عادي. الفكره مش فكره امام عاشور ولا تريزيجيه ولا حتى زيزو، مش عشان لاعب جاي لي من الزمالك فانا هقعد اطبطب عليه واتعامل معاه بحساسيه، لا خالص. امام يا حبيبي كمل عقدك معانا وعايز تطلع يا باشا مع الف سلام. ما احنا كان عندنا عبد الله السعيد وكان احسن لعيب في افريقيا وعادي يا باشا عوضناه للبيع ومشيناه. الفكره مش فكره عشان انت جاي من الزمالك فهندادي عليك او هندادي عليك، لا بالعكس. انا شايف ان مجلس اداره الاهلي لازم يبقى عنده مواقف حاسمه مع الحاجات اللي بتحصل دي. امام مش عايز تمدد يا امام، فرصه سعيده جدا واحنا اتبسطنا جدا في الاربع 5 سنين اللي كنت معانا. مع السلامه يا امام والقلب داعي لك. يا جماعه عادي، احنا مش هنربط اللعيبه عندنا يعني. يا باشا تمام، الراجل جه قاعد معاك 4 5 سنين وما بخلش عليك باي حاجه، ويا باشا خلاص مع الف سلامه. زيك زي زيزو زي تريزيجيه، اي حد عايز يطلع من الاهلي مع الف سلامه. ومن ناحيه الزملكاويه فهم كده كده هيتكلموا. قبل ما يجي لك امام كانوا بيتكلموا، بعد ما جالك امام كانوا بيتكلموا. الزملكاويه ما بيبطلوش كلام. الزملكاويه هم انت المحتوى بتاعهم، هم شاغلين بالهم بيك انت بس. فما تشغلش بالك مين اتكلم مين ما قالش، احنا مش شاغلين بالنا بالكلام ده كله. احنا اللي يهمنا في الاول وفي الاخير الاهلي. اخيرا لازم مجلس اداره الاهلي، محمد يوسف، وليد صلاح، اي حد من الناس دي يبقى ليه تعامل وصفه مع اي وكيل بيطلع يتكلم باسم اللعيب في الوقت ده بالذات. انت في الوقت ده محتاج تركز، محتاج تقفل على فرقتك، مش محتاج كل الكلام اللي بيحصل ده. يا باشا اللعيب اللي مش عايز يجدد مع الف سلامه. يا باشا اللعيب اللي مش عايز يمدد خلاص ما تمددلوش يا باشا، وبوصه ومع الف سلامه.